يا لطيف على هالنسوة، نسيت وين صفيت السيارة. خدي شوفي ليها بركي بتعرفي وين على الجي بي اس. جي بي اس عن جد يعني خلصت موضة الجي بي اس، نازل اختراع جديد ركبته على السيارة 4K، بشوف وين السيارة موجودة، وكاميرته فيها نظام مراقبة حتى لو كانت الدنيا ليل ببين وين موجودة. وفوق كل هذا إذا حدا خبطني وأنا مو هون كمان بفرجيني كيف صارت الخبطة، ورقم سيارته أكيد رح يبين. وين هي الشركة؟ ما رح أقول لك وين لأنه رح آخذك دغري. يلا امشي. يعطيك العافية، بدي ركب هاي الكاميرا اللي قالت لي عنها نايا، وبدك تخبرني شو ميزاتها وشو مواصفاتها. اهلا وسهلا فيكم بشركه جياتكس الكنديه. طبعا نحن مختصين بكاميرات المراقبه وتجهيزات السيارات مثل ما لك شايف، وتفضل اشرح لك عنها. وعلى فكرة من وقت ما جبت هاي الكاميرا ما عاد أكلت هم إنه سيارتي تنسرق أو يصير فيها أي شيء أو تنخبط أو أي ضرر، كلياته مسجل، ما علي غير افتح موبايلي وشوف شو عم بيصير بالسيارة. وحتى لو كانت الدنيا عتمة الكاميرا اللي فيها 4K يعني رح تكون معالم كلياتها واضحة. هلا طبعا نسيت اقول لك انه هي بتدعم عربي وانجليزي، اندرويد وايفون، مشان ما يكون عندك اي شيء يمنعك انك تكوني متواجده مع سيارتك صوت وصوره كمان، مو بس صوت. وعلى 24 ساعة وعلى 24 مسجل، ساعة بتسجل لك شهر كامل. طبعا بضلوا مسجلين عندي شهر، ايمت ما فتحت موبايلي برجع للتسجيلات موجودين. اكيد فيك تطلع عليهم باي وقت من خلال الابلكيشن اللي بينزل مثل ما ذكرنا على الايفون وعلى الاندرويد. طبعا كل هذا ونسينا نقول لك انه ضمانه للجهاز سنه كامله من شركه جياتكس العالميه الكنديه اللي متواجده بسوريا من قبل شركه الأهل. ونحن معترف فينا عالميا من قبل شركات التامين بسبب جوده بضاعتنا، واسعارها عم بتكون جدا مناسبة ومنافسة، وراح يعملوا عرض خاص لمتابعين مستر فود بتبلش اسعارها من $20 مع تركيب ودعم فني وقطع صيانة لكل المحافظات. والبيع رح يكون عندهم مفرق وجملة، ومطلوب كمان وكلاء لكل المحافظات. وإذا حابين تعرفوا نقاط بيع شركة جياتكس الكندية حطوا لنا نقطة.